يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده. لو انتي ما معكيش غير 30 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ الاكله اللي معانا النهارده ان شاء الله مش هتكلفك اكتر من 30 جنيه. الاكله صيامي كمان عشان اخواتنا المسيحيين. ونباتية 100%. ومش شرط يبقى جنبها بيض، هو اصلا لما بيتاكل كده يعني بيبقى طعمها زي الفل، جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. والاكلة بسيطة وسهلة ومفيش فيها شغل كتير ولا اي حاجة. دي من اكلات اهالينا زمان اللي كانوا راضين بكل حاجة وعايشين. نقول بسم الله ونصلي على النبي. معايا نص كيلو من البطاطس، انا قطعتها وخرطتها مكعبات كبيرة شوية. ونص كيلو من الرز او اقل كمان. وبصلايه وكيس طماطم من اللي انا بفرزه، بتنجانه وقرن فلفل. شفتوا بقى المكونات بسيطه ازاي؟ واي واحده هتقول لا ازاي ده مش عارف الحاجه غاليه، لا بالورقه والقلم. نص كيلو البطاطس ونص كيلو الرز، اقل كمان من نص كيلو رز، والبصلايه وشويه الطماطم والبتنجانه والفلفل. بس كده. انتي هتجيبي حله، اي حله، انا جايبه حله ألمونيا عاديه خالص، ونزلت فيها بشويه زيت. والبصله بتاعتي بشرتها بشر ناعم، وهنزل بيها على الزيت وارفعها على النار. هديها لون زي ما انت شايفه كده. انا بحب وهي سخنه كده والزيت انزل بالفلفل الاسود. بحس ان هو مع البصل بيدي ريحة صعبة كده ونكهته بتقوى. بقلبه. وطبعا انا الصلصة بتاعتي انتوا عارفين ان انا بفرزها. جبت كيس واحد، انا كفاية قوي كيس واحد، فكيته ونزلت على البصل وهرفعه على النار لحد ما الصلصة تفك خالص معايا. طبعا بتنجانة بقشرها وبخرطها زي ما تحبي بقى التخريط اللي انت حباه. وبقوم رشه عليها شويه ملح طبعا عشان تنزل ميتها خلاص كده، واقوم ركنها على جنب. الصلصه معايا فكت اهي. البطاطس بقى بصفيها وبنزل على الصلصه وبرفعها على النار، لازم تغلي غلوتين 3. انا مش عايزاها تستوي، انا بديها بس غلوه الاول. خلاص كده هي غلت معايا حبه. بنزل بقى بالملح بتاعي والكمون والشطه، طبعا احنا حاطين الفلفل الاسود مع البصل. شوفوا الشطة دي بتبقى اختياري، يعني ده مش توابل أساسية، دي حاجة لو انت عايزاها تبقى مشطشطة كده حطي شطة. يعني كمية التوابل دي حاجة بترجع لك انت. حابة تضيفي مرقة ضيفي، ما انتش حابة خلاص. انا والله كانت عندي المرقة بس مرضتش، قلت عشان لو مفيش حد عنده خلاص كده انا كده التوابل بتاعتي زي الفل. الرز بتاعي انا بغسله على طول مش بنقعه، تمام، وصفيته كويس زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت هقلبه وارفعه على النار. خلوا بالكوا الكشري البطاطس لازم العيار بتاع الصلصه بتاعه ما يبقاش كتير عشان ما يعجنش منك. وانا هقولك اول ما ترفعي على النار تفضلي ايدك شغاله فيه تقلبي، لان انا مش عايزه القاع بتاع الحله يلزق فيها. تمام. مجرد بس ما الاقيه بيغلي كده ويبقبق بروح منزلاه. شوفوا كده، انا حبيت ان انا افرجه لكم. شوفوا بيغلي كده من الاطراف ازاي، خلوا بالكم انا كانت ايدي فيه، هو كده لسه ما استواش، هو يا دوب بيغلي خلاص. وما شاء الله القاع بتاعه مفيش حاجه لزقت فيه ولا حاجه. بديه تقليبه كده وبروح حاطه له بقى الشياطه وسايباه على نار هاديه مع نفسه، بيستوي يا بنات وبيبقى زي الفل. والبطاطس بتستوي بتبقى تحفه. البتنجانة طبعا بعد ما انا رشيت عليها الملح بتنزل ميه، ولا مناديل مطبخ ولا حاجة، احنا دي اكلة اقتصادية، احنا دلوقتي بنحارب الغلاء وبنتعامل معاه. فاحنا فوطة نظيفة من عندك من المطبخ وتروحي فرشة عليها كده البتنجان ينزل ميته براحته، وتروحي يمين وشمال كده ما تسيبيش فيه ميه. جبت الهون وفصصت توم علشان الدقة بتاعت البتنجان المقلي. ضربت التوم دقيته ونزلت بالملح والشطة والكمون والكزبره. هي دي الدقه بتاعتي بسيطه خالص، انا ما رضيتش اعمل بتنجان بطماطم مبشوره ولا حاجه. يعني الاكله دي فيها صلصه، فانا مش محتاجه الطماطم في حاجه. خلاص كده. وشويه الخل بتوعنا. قليت البتنجان على طول. اما تكوني هتعملي بتنجان لازم تخلي الزيت يقدح. اوعي تنزلي فيه او اي حاجه، لازم الزيت يقدح معاكي عشان اول ما تنزلي في الحاجه وهي بارده ما تبردوش فتشرب الزيت، يبقى انت كده ما عملتيش حاجه.
في ان انت تنقعيه في ملح على اساس ان هو ما يشربش زيت ولا هو ما شربش معاه زيت نهائي، وكان طالع حلو قوي. بروح ايه عامله بقى الدقه كده عليه من فوق، وبروح عامله بالمعلقه الفلفل كده من النص عشان يشرب من الدقه. طبعا كان معايا ايه، بصل اخضر وحبه جرجير. انا كده الكشري بتاعي استوى، وكان طالع ما شاء الله ملحه مظبوط وزي الفل. بسم الله ما شاء الله يا بنات، حلوة قوي الأكلة دي، يعني توفير التوفير. احنا يعني مش كل يوم هناكل لحمة بقى، ولو جه علينا ظرف في يوم مفيش فلوس هنتصرف ونعمل أكل بسيط. لو انتي متوفر بقى عندك جنب الأكلة دي بيض، اعملي بيض من البيت بقى. يعني ده الكلام ده للناس اللي عندها طيور في البيت وبيطلع عندهم بيض كده، يعني دي قمة التوفير. وألف هنا مقدما للي هيجرب الوصفة. ده احنا بنقول عليه كشري بطاطس. في ناس على فكرة مش بتحط معاه صلصة، بتضيف البطاطس مع الرز والبصل وخلاص على كده. بس الأكلة التانية ديت لها اسم تاني قديم، كان من أيام ستي الله يرحمها، كانت اسمها أمر الحكومة. كانوا بيعملوها برز بتقلية بطاطس بس كده، أو رز وتقلية من غير حتى البطاطس، وكانوا عايشين وراضيين وربنا يرحمهم جميعا. هو عموما الناس زمان كانت طيبة وكانوا راضين بأي حاجة، رحمة الله عليهم أجمعين. أتمنى من كل قلبي إن تكون الوصفة عجبتكم، وأتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد أنا بقدمه. كنت معاكم أنا منى غيث، باي باي.